يفكر النصر السعودي في التعاقد مع الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق لقيادة الفريق في الفترة المقبلة، خلفا للبرتغالي لويس كاسترو، فيما أبدى كريستيانو رونالدو قائد الفريق رأيه في هذه الخطوة. وتثار العديد من التكهنات حول مستقبل كاسترو في قلعة العالمي بعد تراجع نتائج الفريق، ما تسبب في غضب جماهيري وصل إلى مقاطعة عدد من الجماهير حضور المباريات. وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن زيدان أحد أبرز الأسماء المرشحة لقيادة النصر للخروج من الأزمة الحالية. وأضافت أن النصر يريد التعاقد مع اسم كبير حتى لو لم يكن لديه خبرة في الكرة العربية، بهدف إعادة الفريق الأصفر إلى صدارة المشهد. وأوضحت الصحيفة الإسبانية: رونالدو يتمتع بأهمية كبرى في النصر، وعندما سئل عن رأيه في التعاقد مع زيدان لم يتردد في الإشارة إلى أنه الخيار المثالي للفريق في الوقت الحالي. ورغم ذلك أكدت الصحيفة أن قرار التعاقد مع مدرب جديد سيأتي من الرئيس التنفيذي للنصر جوي دوفينجا. وفي حال نجح النصر في التعاقد مع زيدان فإنه سيلم الشمل مع رونالدو، حيث قضى الثنائي 2.5 العام مع ريال مدريد في شراكة انتهت برحيلهما صيف 2018.